وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيد الرئيس، إن الباطل كان زهوقا، ولكن أعتقد أن في دولتكم الزهوق هو الحق، لأنه في دولتكم سيد الرئيس حسب زلة اللسان بتاعك والخطأ في الآية القرآنية أنكم تحبوا تنصروا الباطل وتحبوا تقضيوا على الحق، تحبوا تعليوا كلمة الفساد وكلمة السراب وتقتلوا كلمة الحق وكلمة النضال وكلمة الشرف وحقوق بتاع الشعب التونسي والمواطن الزوالي. نبدأ سيد الرئيس بالخطاب بتاعك اللي انتظرناه، قلنا باش يتمخض وينجب شيء باهي، ف اتضح يعني اشياء مما اتاه لا يستغرب. اولا في الخطاب بتاعك دورت بيك الحاشيه بتاع التصفيق وبتاع التبندير، جبتها شيله ومليله باحزابها بنوابها بوزارتها بكل. مرة جاية سيد الرئيس نصيحة، تحب تعمل خطاب وتاخذ قرارات لم بيك ولاد الثورة وجيب الشعب واعمل خطاب شعبي مش خطاب حزبي وسياسي. وقتها تسمع التصفيق الصحيح وتسمع الردك الصحيح اللي فايقك ويخليك تقرا الآية القرآنية صحيحة وتعرف ان الباطل هو الزهوق وماهوش الحق. سيد الرئيس، اعلنت سيادتك في السابق ان تونس ما فيهاش بترول، تونس ما فيهاش نفط، تونس ما فيهاش ثروات، ولكن تاخذ قرار بأن الجيش التونسي اليوم يلزم يحمي المنشآت بتاع الثروات بتاعنا بتاع البترول والفوسفات الى اخره. مش يحميها يا سيد الرئيس. وعلاش الجيش هو اللي باش يحمي؟ الجيش شنو عنده الوسائل اللي باش يحمي بها؟ عنده الغاز ما عندوش غاز، عنده المولوتوف ما عندوش المولوتوف، عنده الكرتوش والدبابه وعنده الصاروخ. يا سيد الرئيس، تحب تواجه الشعب بتاعك بالكرتوش بالرصاص بالدبابات بالمدرعات، على شنو يا سيد الرئيس؟ الشعب هذا هو اللي جابك هو اللي حطك يا سيد الرئيس. الشعب هذا ما خافش معرفتكم قبل يا سيد الرئيس. الشعب هذا ما رخص يا سيد الرئيس وماهوش باش يرخص يا سيد الرئيس، والشعب مرفوع من قبل مش من توا. الرخله منطقه صحيحه يا سيد الرئيس، خرجها مخرج بتاع رجال يا سيد الرئيس. الرخله زلزل بها، ما تقولهاش هكاك بتاعكم. رجال الجنوب ورجال الشعب التونسي الكل اليوم شعارهم هو الرخله. الرخله امام منظومه اللي تحب تقمعهم وتحب تسلبهم الحقوق بتاعهم وتحب تلعب لهم الثروات بتاعهم وقاعده تبيع الثروات بتاعهم ارخص الاسواق، ويحبوا يكملوا الافواه بتاعنا ويسكتونا ما عندناش الحق. وكان تكلمنا باش يبعثوا لنا الجيش. اعلم يا سياده الرئيس ان الجيش في اصعب المراحل وقت اللي عليه اعطاء الاوامر باش يطلق النار على الشعب التونسي الفضل باش يتصدر الشعب التونسي، وكان بسبب الشعب التونسي ورفع التحيه للشهداء بتاع الثوره التونسيه. فهنا المعامله عليهم فيها راك خالد كما الحرس في الجنوب وقفوا مع الشعب التونسي ما دام الشعب متمسك بالسلميه بتاعه. فهنا نحييهم الاجهزه بتاعنا الامنيه والحرس والجيش لانهم في صف الحق ما هم في صف الباطل اللي هو زهوقه. هذوما مواطنين كيفهم كيف حتى هما حقوقهم مسلوبه، كيف حتى هما ثرواتهم مسروقه، كيف حتى هما ثرواتهم قاعده تتباع بأبخس الأثمان. اليوم الشيخ في صف الشعب في حاجه بركه، طالما الشعب قاعد يظهر ويحتج بالطرق السلميه، وهذا يكون هنا الدستور اللي مقلقل، وهذا يكون هنا القانون تحبوا تتلاعبوا به. سيد الرئيس، ما تحاولش تفرض على الشعب التونسي وعلى كل الاطراف انا مش يدخل القانون بتاع حمايه الفاسدين وحمايه عصابه الفساد وحمايه السراق وتحاول تمر علينا قانون المصالحه. قانون المصالحه ثم برلمان والنواب بتاع الشعب التونسي بحول الله باغلبيه مش يرفضوا هالقانون هذايا، لان تونس الثوره تحب تطوي صفحه الفساد وتبدا في صفحه بناء تونس بلا فاسدين، تونس بلا لاهبين بلا السراق اللي تحاول اليوم باش تسامحهم. ثم مسار كامل، مسار الحقيقه والكرامه والعداله الانتقاليه، المسار هذاك يمشيوا له، اللي عمل حاجه يتقدم غادي، وقتها يمكن ان تتصالح مع الدوله. اما لارضاء الناس اللي خدموا في الحمله الانتخابيه بتاعك وباش تنفذوا الوعود بتاعك لكن الناس هذوكم باش تسامحهم الشعب التونسي بكل الوسائل المشروعه والقانونيه
لمشروعكم هذا والمصالحه الوهميه اللي قاعدين تدعوا لها. سيد الرئيس الشعب التونسي راهو تنزع الشبهه تاع الخوف، ما تحاولش باش تكبسها باي شيء في الاساس تاع الدوله، لان الشعب التونسي اليوم واعي يعرف الحقوق تاعو كيفاش ياخوها بالطرق السلميه وبالطرق القانونيه وبالطرق اللي تجهلها، ما تحاولش باش تجر الشعب التونسي الى عنف والى شيء اخر، فلن نجر الشعب التونسي للامور هذيك. خلينا في الجنوب في كل الولايات سواء في تبلي ولا في السواسي في الساحل في الولايات البهديه ولا في تطاوين الشارع فيهم مليون، ما نخليوهمش، ما لازمش نسيبوهم، ما لازمش نتركوهم، لانهم هذوكم منا قاعدين يحاربوا على حقوقنا، وحتى كان يحاربوا ما طلبهم خاصه شركه بركه فلهم الحق لذلك، ونقفوا معاهم ان شاء الله بكل الطرق السلميه كالعاده يا سيد الرئيس. هذه بايجاز يا سياده الرئيس باش توصل بطبيعه الحال الرساله هذيا، ولازم تعرف وتتاكد ان الشعب التونسي راه ما يخافش، والشعب التونسي شعاره الرح لا بالفم والملاء ورح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.